السلام عليكم حبايب قلبي. فيديو اليوم لمكان يعتبر من أفضل الأماكن اللي تستحق الزيارة في دبي، القرية العالمية. يا هلا، مساء الخير. الحين صحيت برتب الأمور وبطلع بمشي على القرية العالمية. خلينا نرتب الأمور. الحين راح أروح على القرية العالمية وإن شاء الله راح أصور لكم فيديو هتنبسطوا معي. وصلت القرية العالمية، دحين راح اشتري التذكرة، بعدين راح ادخل جوا واحاول اصور لكم واغطي لكم قد ما اقدر. هنا اماكن شراء التذاكر، بعدين البوابة هنا. دحين راح اخذ لي تذكرة وادخل جوا وان شاء الله راح اصور لكم كل شيء. القرية العالمية من أكبر المشاريع السياحية في العالم، ودليل ذلك تجمع ثقافات مختلفة في مكان واحد. 90 دولة مشاركة، يعني أنت بس تخيل ثقافة 90 دولة في مكان واحد. القرية العالمية هنا في كل زاوية، في كل ركن، في أماكن مخصصة للدول. راح أدخل على كذا دولة، راح أغطي لكم الأشياء الموجودة للدول هذه. الحين دخلت المنطقة المخصصة لدولة إيران، كلها محلات يعني الأشياء الإيرانية المعروفة. من ضمن الأشياء السجاد الإيراني، في محل مجوهرات زي ما تشوفون، في أشياء مرة كثيرة، في البهارات كمان، في البخور، وفي مجموعة مطاعم. بس بشكل عام الديزاين جدا جميل. حجي اغا، خوبی آقا، سلامتی، خوش آمدی. چه خبر؟ حجي اغا خوبي؟ سلامت باشی. تو خوبی؟ این خوبه، سید علیه. اوكي. شكرا لكم. يعطيكم العافيه. السلام عليكم. السلام عليكم. لما جيت هنا القرية العالمية أول شيء قالوا لي اليوم يوم عوائل. يا ساتر. فقلت لهم أنا سايح وفهمتهم حاولت معاه لين دخلوني. فقلت الحمد لله أنهم دخلوني، ولكن جيت عند البوابة قالوا لي انتبه ترى التصوير ممنوع. عادي صور مو مشكلة، أهم شيء لا تأخذ المايك تصور نفسك أنت قاعد تمشي، يعني زي اللي الحين قاعد أسويه. بس الحين قاعد أصور بالجوال، يعني سحبوا المايك مني قالوا لي عادي صور مو مشكلة، أهم شيء لا تصور نفسك أنت قاعد تتكلم وزي كذا، لأنه الشيء هذا ممنوع، لأن اليوم يوم عوائل وزي كذا. الحين أنا زي ما تشوفون ورايا منطقة تركيا، راح أدخل جوا ونشوف الأشياء الموجودة هنا. زاوية تركيا زي ما تشوفون، أو منطقة تركيا، المنطقة المخصصة لتركيا. دخلت هنا الأشياء المعروفة والمشهورة في تركيا، السجاد التركي زي ما تشوفون، والكباب التركي. يعني صراحة المكان جدا جميل. ودحين اطلع من تركيا واروح على دولة ثانية، القرية العالمية. القرية هذه كبيرة جدا، يعني يمكن تدخل القرية هذه تحتاج يوم كامل، وتذكرة الدخول جدا رخيصة ب20 درهم. والحين انا زي ما تشوفون قدام القرية السعودية، تقريبا حاطين اكثر الاشياء المعروفة او المعالم المعروفة. لازم ادخل القريه السعوديه واخذ لفه، لازم. قلت لي كرسي هنا بريح شويه، لانه تقريبا لي حق ساعه وانا قاعد الف. والقريه السعوديه تقريبا فيها المطاعم والقهوه، القهوه العربيه او القهوه السعوديه مع التمر، في محلات مره كثيره، ما في اشمغه وثياب وزي كذا.
قرية سعودية، قرية حلوة. وهنا في فرقة أتوقع أن يمكن يكون في عرض، ولكن ما راح استنى العرض، راح أروح على القرى الثانية عشان أقدر أغطي لكم قد ما أقدر. وأنا حاليا هنا في القرية السعودية، جيت محل من محلات العطور. صراحة عرض جدا جميل، أخذت مجموعة عطور. كلمة للمتابعين. فولو لايك واشتراك، لا يلا. تقصروا مع الرجال. الله يعطيك العافية، الله شكرا يعافيك. لك. يلا سلام عليكم. أنصحكم بزيارة القرية، ما أتوقع موجود من مطاعم وكافيهات وأسواق، كل دول العالم وأسواقها موجودة هنا. عبد الله راشد من الكويت. يا حياك الله والنعم. الله يحييك. قرية جدا جميلة يعني، كل شيء تبيه موجود، قرية تستاهل المجي يعني لها. حياكم الله، الله يعطيكم الف عافيه. الله يحييك.